توتو النهارده قررنا نفطر مع بعض بما ان هي مبلطه وقاعده لي في البيت ومبقتش بتروح الحضانه. بصراحه انا مقعداها الايام دي علشان البرد، وكانت تعبانه وكل الحاجات دي تجنبا شويه من البرد، فقلت الشهر الساقع ده مش هوديها فيه الحضانه. وبصراحه انا اللي جبته لنفسي. بحاول اشجعها شويه ان هي تاكل معايا، لان هي لما بتقعد في البيت ما بتلاقيش حاجه تشجعها على الاكل قوي. فقلت لها تعالي نعمل فطار يا توتو، وبما اني توتو قلوده فبتبقى عايزه الطبق بتاعي توأم الطبق بتاعها، فقلت لها هنعمل طبقين شكل بعض بالظبط. وتوتو تاكل الصفار النهارده علشان توتو ما بترضاش تاكل الصفار بتاع البيت، فتوتو ايه هتاكل الصفار صح؟ لا انا اكل الصفار. كلي الصفار عشان تكبري. انا مش عايزه اكبر. ممكن تخلينيش اكبر. توتو النهارده هتتشجع وهتاكل صفار البيت صح؟ لا هتاكل صفار البيت. كل صفار البيت يا توتو. هتاكل صفار البيت. صفار البيت حلو يا توتو. صفار البيت مش حلو. حلو يا توتو. مش حلو برضه. هتيجي عجينه بتاعتك زيتون؟ لا دي بتاعتي والله. تعالي كده قرب. خلي الخليه بتاعتك قدام. انا بحب الزيتون. الخليه بتاعتك قدام. والله جت صدفه يا ربي جت صدفه. حطيت على البتاع رشه ملح صغنطوطه ورشه ملح صغنطوطه. وعصير البرتقال من اكتر الحاجات اللي بحاول اعود نفسي عليها كل يوم ان انا اشربه الصبح في الشتاء بالذات، وبحاول اعود توتو معايا برضو بالمره، يعني ان احنا الاتنين نتعود. وهي بصراحه بما ان هي بتقلد كل حاجه انا بعملها فبحاول اعلمها حاجات صح على قد ما اقدر يعني. باخد بالي. عايزه اجيب شاليمو. بس هو ده الفطار بتاعنا. حاولت اعمل فطار بسيط وخفيف وفي نفس الوقت يبقى فيه افاده، لان اصلا احنا صاحيين متاخر، الساعه دلوقتي 11، فاحنا هنفطر وبعدين هبدا اعمل الغدا. فبس يلا بينا هنروح نفطر، ويا رب يا رب الاستاذ آسر يسيبنا نفطر في البلكونه وما ينكدش علينا. البنات بقى اللي شافوا الفلوج اللي فات وحابين يعملوا الصور على الحيطه عندهم بالشكل ده، انتوا شايفين الصور اهي، هو ده عددهم 37 صوره. اللي عايز يعملها ياخدها سكرين دلوقتي من على الشاشه ويعد الصور ويظبطها نفس التظبيطه دي. عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا كلكم كنتوا مستغربين انا طبعتهم ازاي او طبعتهم فين والتفاصيل دي. كذا حد فيكم فاكرني ان انا طبعتهم الوان وبعدين رجعت خدتهم طبعتهم ابيض واسود. لا، انا جمعت الصور بالبرنامج اللي قلت لكم عليه في اخر الفيديو اللي فات. لكل صفحه كان فيها 4 صور. الورقه اللي طبعت عليها ورقه A4 عاديه خالص. انت كل اللي هتعمليه ان انت هتجمعي الصور وهتجهزيها في فولدر عندك على الموبايل وهتاخديها وتروحي اي مكتبه ربنا خلقها بس يكون فيها يعني جهاز تصوير كويس، وهتطبعيهم عادي خالص. هتقولوا له انا عايزه اطبع الصور اللي على الموبايل دي، يا ريت خدي معاكي USB الوصله بتاعه الموبايل بتاعتك علشان لو ما كانتش متوفره عنده تبقي انت واخده كل احتياطاتك معاكي. وبس هو هيسحب الصور اللي انت مجهزاها له في اسم الفولدر ده، انت طبعا هتبقي واقفه جنبه. ايه تاني، ممكن كمان تاخديهم على فلاشه احسن خالص من الموبايل برضو علشان الخصوصيه والكلام ده، وان موبايلك ما يتفتحش على كمبيوتر حد غريب وكده. يعني نصيحه مني خديهم على فلاشه بحيث ان الفلاشه هتبقى فاضيه خالص ما فيهاش غير الصور اللي انت جهزتيها وجمعتيها، وهو برضو هياخدها وهيطبعهم لك وهيديك الفلاشه تاني عادي. لو انتي ما شفتيش الفيديو برضو حابه تعملي الفكره دي، شوفي الفلوج اللي فات وهتلاقيه عنوانه الحيطه الفاضيه. حاجه كمان عايزه اقولها لكم، هم 37 صوره مش 37 ورقه. الورقه اللي انتي هتجهزيها او اللي انتي هتطبعيها هيكون فيها 4 صور انتي مجهزاهم، اما عدد الصور اللي هتحطيها على الحيطه دول 37 صوره لازم يكونوا جاهزين علشان يطلعوا لك الشكل ده. وطبعا مش لازم تحطي صور شخصيه لو انت مش عايزه تحطي صور. لو انت مثلا عايزه تجددي الحيطه عندك وتعمليها بالشكل ده بس يعني مش حابه تحطي صور بني ادمين، انت ممكن تطبعي صور طبيعيه، ممكن تطبعي اقتباسات حلوه وتعمليها في صور برضو وتعمليها بالشكل ده، برضو هتديكي شكل الحيطه مختلف. العبره في النهايه ان انت بس تغيري شكل يعني مكان عندك في البيت، تحاولي تجددي بس مش اكتر. انا كنت عايزه اوصل لكم الفكره بس مش اكتر يعني، فكل واحد يعمل اللي يريحه.
شكله حلو. ده حلو ده. الله، طب نجيب صبار من ده؟ صبار. طب بس ما تحطيش ايدك عليه. هيغزك. الله، بس الزرع ده كان شكله تحفة. شكله حلو قوي يا توت. خلي بالك عشان بيشاور. اجيب لك الزرعة اللي بتاكل. لا. تعالي بس كده. بفكر نجيب دي زي اللي عندنا. دي زي اللي عندنا هناك دي. شكله حلو قوي يا توت. لسه راجعه انا وتوتو دلوقتي حالا من بره، المغرب خلاص ادن، فجبنا الزرع ده واحنا بره. استنوا هوريكم. مش هينفع بصراحه اخرجه دلوقتي في البلكونه علشان خلاص الجو بدأ يضلم، وكمان علشان لسه عايزه انقلهم في حاجات تانية غير دي، غير اللي بيكون جاي فيها، لان هي بتبقى مفتوحه من تحت فطبعا بتبهدلي المكان ميه. فانا عندي 2 زي دول كبار، ولسه عايزه اشتري بصراحه، نفسي اشتري اللي هم بيبقوا ملونين. فلو اي حد يعرف اي مكان اونلاين بيبيع الحاجات اللي هي بتاعه الزرع اللي هي دي الملونه. جبت الزرعه الكبيره دي. بصوا شكلها، بصوا لفتت نظري قوي. الورق بتاعها عامل ازاي قوي، عامله ازاي الورقه، يعني سبحان الله تحسوا كانها مرسومه. وجبت دي برضو ورقتها عجبتني قوي، اللي هي دي. لسه هنزل اجيب تاني من دول، بس بصراحه انا ما كنتش قادره اشيل كل ده اقعد في الارض. جبت دي، فلسه هجيب بقى واحده تانية زيها علشان احطهم هما الاتنين في قصريه واحده، لان دي صغيره بقى خالص اهي. الورق برضو بتاعها سبحان الله تحفه، يعني شكله ما شاء الله. وجبت الصباره الكيوته دي برضو لسه عايزه اجيب لها حاجه كيوت كده احطها فيه، شكلها حلو قوي. وجبت الورده دي، بس زعلت بصراحه دي اتكسرت مني، علشان انا جبت الورده اول حاجه وبعدين لفيت انا وتوتو شويه قعدنا نشتري حاجات، فدي كانت معايا يعني اتكسرت مني بقى الورده دي. بحب شكل الورد ده قوي، اللي هو ده اللي هو ده، شكلها تحفه برضو. وجبت واحده زيها لونها اورنج، يعني دي اصفر ودي على اورنج اكتر اهي. دي اورنج ودي اصفر، بس الاتنين دول هحطهم في قصريه واحده كبيره زي اللي عندي، لان دي القصريه بتاعتها صغيره خالص جدا. ودي هجيب لها واحده كيوت صغنطوطه كده عشان بفكر احطها في المطبخ عندي. الكبيره دي جايباها ب35 على فكره، يعني سعر الزرع والله بيبقى رخيص جدا، مش حاجه غاليه. دي كنت جايباها تقريبا ب15 اللي هي دي، ودي كنت جايباها تقريبا الواحده ب10 الورده، يعني الواحده اللي بيبقى فيها ورده واحده. ودي برضو ب10. دي بس كانت ب25. دي الصباره، فسعر الصبار بيبقى له سعر تقريبا مختلف. مش قادره اوصف لكم انا فرحانه بيهم ازاي. انا حطاهم على الشنط بتاعتهم علشان بس ما يبهدلوش ليا المكان، وعلى بال بس ما انقلهم في قصريات بتاعتهم تكون هتعيش وهينفع اسقيهم وهم فيها، علشان ما ينقطوش ليا ميه، ما بحبش الموضوع ده. فبس حبيت اوريكم زرعاتي الحلوين الجداد، وان شاء الله لو جبت تاني هوريهم ليكم برضو. عايزه يبقى عندي زرع كتير جدا، والله سعر الزرع يعني رخيص جدا، ارخص من اي حاجه احنا ممكن نكون بنجيبها. بس حاجه هتدينا طاقه حلوه، حاجه هيبقى شكلها حلو في البلكونه، حاجه لما تيجي تبقي عايزه طهقانه من كل حاجه وتخرجي البلكونه وتشربي كوبايه شاي كده وانت قاعده مستقنيصه، هتلاقي حاجه كده تديكي طاقه ايجابيه وحاجه حلوه. انت شريرة يا توتو. انا بتاعتها خالص. انت شريرة يا توتو خالص. ما فاضية. لا قولي بقى توتو شطورة مش شطورة. توتو شطورة. توتو بتحبني ما بتحبنيش. توتو وحشة. توتو نوتي. توتو مؤدبة. توتو نوتي. كله توتو نوتي. ورد اتقطع. مين اللي قطع الورد كده يا توتو؟ انا. ليه كده يا توتو؟ كده. على فكرة اللي بيقطع الورد كده بيبقوا عيال نوتي، عشان الوردة دي عمو اداها لك واحنا بنشتري الورد، المفروض كنتي تحافظي عليها صح؟ بتقطعيها ليه بقى؟ كده. عشان انت ايه؟ نوتي. صح شطورة. اعتراف بالحق فضيلة. بصوا انا في الشتاء بقيت حاجه فظيعه، حاسه ان على اخر الشتاء هبقى بقر على راي توتو، هنروح حديقه الحيوانات. عملت دوناتس دلوقتي، بصوا طالع تحفه تحفه.
انا بقيت اصلا بعمله حلو جدا من كتر ما بعمله، بقيت بعمله تقريبا يعني ممكن مرتين في الاسبوع. وبيطلع حلو قوي فبيشجعني بصراحة. كنت عملته معاكم قبل كده اصلا على القناه، هتلاقوا فيديو كده طريقه عمل الدوناتس، ممكن احطه لكم في الديسكريبشن بوكس، وهبقى احطه لكم في الطاقم اللي بتظهر فوق دي. لو حابين تعرفوا انا عملته ازاي، بصوا الطريقه تحفه جدا جدا جدا. عايزه اوريكم على حاجه جبتها لتوتو، بما ان هي قعدت في البيت وقاعده معايا على طول الوقت، فبحاول ان انا اجيب لها حاجات تسليها وتعوضها شويه عن الحضانه. يعني مش هقعدها في البيت وافضل، يعني لازم اجيب حاجات اشغلها بيها، وخصوصا يعني حاجات تعليميه غير الكتب بتاعتها طبعا بتاعت الحضانه هي معاها وانا متابعه معاها فيها، وتقريبا قربنا نخلصها كمان. جبت لها شفتوا الحاجات دي كانت كيسه كده فيها زي خضار، بس نوع البلاستيك بتاعه حلو، كانت مليانه حاجات خضار اكتر من كده، بتنجان وذره ومش عارفه ايه ده، دي طماطم جزره، مش عارفه برضو ايه ده فلفل، توتو قالت ده فلفل ومانجا، يعني فيها فاكهه. الكيسه مليانه. فين بقيه الحاجات يا توتو؟ مش عارفه، بس فيها حاجات حلوه. ودي لعبه برضو لسه هفتحها معاها، هي طبعا بهدلتها. دي برضو حاجات ماشي حلوه يا توتو. ودي برضو لعبه زي البازل كده، يعني بتشيلها وبعدين تجمع كل حاجه في مكانها ترجع تحطها تاني، فدي برضو حاجه بتنمي مهارات الطفل. دي كانت عندها اللي هي الحروف بالانجليزي، دي برضو حلوه، هي بتشيلها كلهم وبعدين ترجع ترتبهم زي ما هي، يعني على حسب فهمها وعلى حسب طبعا شطارتها. ودي لسه جايباها لها ب25 جنيه، دي الحروف العربي. ده المكتب بتاع توتو بكراكيبه. عايزه اقول لكم ان الالعاب دي حلوه جدا جدا للاطفال، بتنشط يعني الذاكره بتاعتهم وبتنشط المهارات بتاعتهم، سواء الحركيه كده او النشاط الذهني. بس فانتي هاتيهم ليهم لو انتي ما تعرفيهمش، بس ما تتوقعيش يعني ان انتي هتجيبي ده وهتحطيها لابنك هيقعد يلعب لوحده، لازم انتي تتابعيه. يعني توتو ما بترضاش تلعب بالحاجات دي، خصوصا الحاجات التعليميه بتكسل موت، يعني بصوا فاشله 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 يعني. فان ما كنتش انا اقول لها هاتي يا توتو تعالي نعمل في دي ونلعب مع بعض في دي ونعمل كذا، طب دي بعدها ايه ودي بعدها ايه، فيعني عمرها ما هتجيبهم. وخصوصا الحاجات التعليميه ممكن تلعب بالمكعبات، ممكن تلعب بالحاجات الترفيهيه التانية، بس الحاجات التعليميه فاشله موت. حاجه كمان عايزه اقولك عليها، لما تيجي تجيبي الالعاب دي هاتي اللي هي بيبقى ليها الحته دي، شايفين الحته دي بتخلي الطفل يعرف يمسكها ويحطها يمسكها ويحطها كده. وعلى فكرة سعرهم واحد، دي ب25 ودي ب25. بس دي بتخلي الطفل ما يعرفش يتحكم فيها اكتر، اما دي حلوة جدا. الحاجات دي انا جايباها لتوتو تلعب بيها دلوقتي، وبعد كده بقى هعينها الاخر علشان برضه يبقى يتعرف على الحاجات دي لما يكبر شوية، ابدا اقوله دي جزرة فيقدر يميز لونها واسمها كده يعني. بس توتو شطورة، شربت اليانسون. عيلة عمر بقت جزء من العيلة. لما توتو بتبقى محتارة مش لاقي حاجة تلغي فيها وتقرفني بيها، تيجي تقول يلا يا ماما نتكلم عن عيلة عمر. عارفة يا ماما جنة ورؤى راحوا فين النهاردة؟ أنا مالي هما الجنة ورؤى، ما يولعوا جنة ورؤى.